صباح الخير إذا كان عندكم صباح، ومساء الخير إذا كان عندكم مساء. كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح أسوي معاكم كريم البرتقال. أول شي عندي برتقال راح أغسلها مرة كويس وراح أقشرها زي كذا. بعدين في قدر راح أحط قشر البرتقال، أنا حطيت برتقالة واحدة، وراح أضيف عليها موية حارة تقريبا قد كذا يعني إلين تغطيها، وراح أتركها على النار. أخذت تقريبا 10 دقايق إلين يتغير عندي لون الموية. شايفين كيف اللون صار؟ بعدين راح أحط النشا. أنا حطيت ملعقة كبيرة من النشا، وراح أخلطها كذا على البارد قبل ما أرجعها على النار. وبعدين راح أرجعها على النار وخلوا عينكم عليها عشان ما تنحرق، واستمروا بالتقليب إلين توصل للقوام اللي انتوا تبغونه. شايفين هذا القوام؟ كل ما تركتها في الثلاجة كل ما راح تثقل أكثر، فأنا أشوف هذا القوام جدا ممتاز. يعني لو أوريكم هي الحين يعني كأنها جل، فهمتوا؟ مرة ثقيلة. كذا صار الكريم عندي جاهز. ما أحكي لكم قديش هذا الكريم مفيد للبشرة، يساعد على ترطيبها وتفتيحها وتصغير المسام. راح تحطونه على بشرة نظيفة وتتركونه تقريبا 20 دقيقة، وبعدين لازم تحطون المرطب.